صاحبي تخيل انك راكب آلة زمن ورجعت لسنة 2010 واشتريت 1000 بيتكوين ب$5 بس. احساسك ايه دلوقتي؟ اكيد عايز تعيط بدل الدموع دم. طيب بلاش دي، تخيل انك عملت قناة يوتيوب سنة 2006 اول ما الموقع فتح. كنت زمانك دلوقتي بيو دي باي النسخة المصري وقاعد كمان بتعد دولارات في الساحل. الفرصة دي ضاعت؟ ايوه ضاعت، بس اللي محدش قاله لك ان التاريخ بيعيد نفسه كل يوم واحنا نايمين في العسل بنقلب في فيسبوك وتيك توك اللي بقوا عاملين زي الميكروباص الزحمه في عز الظهر، ولا منك عارف تركب ولا منك عارف تاخد نفسك من المنافسه. طب ايه رايك لو قلت لك ان في ارض لسه بكر، كوكب تاني من التطبيقات اللي لسه بتنبت في 2026 مستنيه حد زيك يروح هناك ويغرز العلم بتاعه ويقول الارض دي بتاعتي. النهارده في استخبص مش جاي ابيع لك الوهم، لا انا جاي اديك الخريطه، هعلمك ازاي تعمل هندسه عكسيه للسوق، وكمان تصطاد التطبيقات اللي هتبقى ترند قبل ما حد يسمع عنها، وكمان هتعمل منها فلوس وقاعده جماهيريه كبيره جدا تخليك باشا اليوتيوب. جهز كوبايه الشاي المتينه وسيب الموبايل من ايدك، ولا اقول لك استنى امسك الموبايل علشان تتفرج عليا. المهم ركز معايا علشان الحلقه دي هتغير تفكيرك 180 درجه. يلا بينا بعد الفاصل. بص يا هندسه، خلينا نتكلم على الدغري. انت بتعمل فيديو عظمه مفيش حد يقدر يقول لك عليه حاجه، وكمان مونتاج متعوب عليه قوي، وبعد كده بتروح تنزله على يوتيوب او انستجرام. النتيجه ايه بقى؟ 50 مشاهده اول عن اخر، منهم 10 من صحابك اللي انت بعت لهم اللينك واتحايلت عليهم يضغطوا عليه. طب ليه؟ هقول لك. لان المنصات دي وصلت لمرحله التشبع اللي بيسموها الساتوريشن. الخوارزميات هناك بقت عامله زي البودي جارد الرخم، مش بيعترف غير بالمشاهير والناس اللي بتدفع اعلانات بالكوم. المشكله مش فيك لا سمح الله، المشكله في التوقيت. يوتيوب دلوقتي حاطط شروط تعجيزيه، وتيك توك بقى عامل زي ساحه الحرب بالظبط. نقطه القلم هنا انك بتبذل مجهود جبار في مكان العائد فيه ضعيف جدا، عامل زي اللي بيبيع ميه في حاره السقايين. لكن الحل ايه بقى؟ الحل في نظريه اسمها المتبني المبكر، The Early Adopter Advantage. النظريه دي ببساطه بتقول لك ايه؟ كن اول من يصل تاكل افضل الطعام، يعني ببساطه اللي سبق كل النبأ. يلا بقى يا معلم نبتدي اول خطوه واقول لك تلاقي الكنز ده ازاي. طيب يا استخبص يا جامد، اجيب التطبيقات دي منين؟ انجم يعني؟ لا يا وحش، هنا بقى يجي دور الهندسه العكسيه. بدل ما تستنى التطبيق يشتهر، لا انت هتروح للمكان اللي بيطبخوا فيه التطبيقات دي. اول موقع لازم يكون صاحبك في الرحله هو برودكت هانت، ومواقع زي البيتا تيستنج. المواقع دي المطورين بينزلوا فيها مشاريعهم علشان يختبروها. انت هتدخل هناك وتدور في قسم السوشيال ميديا او الكوميونتي وتشوف التطبيقات اللي واخده تقييمات عاليه او فيها فكره مجنونه. مش بس كده، في مجتمعات سريه زي ديسكورد او ريديت، شغلتها بس ان في ناس بتتكلم عن التطبيقات الجديده. ممكن تدور بكلمات زي نيو سوشيال بلاتفورمز 2026 او نيكست جين سوشيال ابس، هتلاقي ناس بتتكلم عن حاجات زي دي. اخرهم منصه افتراضيه اسمها فايب سفير، اللي بيقولوا عليها ان هي منصه بتعتمد على المود مش الصور، وده خيط يا معلم امسك فيه وتوكل على الله. الفكره هنا مش انك تشترك في اي حاجه والسلام، لا احنا بندور على تطبيق يحل مشكله موجوده في التطبيقات القديمه. يعني مثلا الناس زهقت من الاعلانات، دور على تطبيق بيقول اد فري اكسبيرينس. الناس زهقت من التزييف، انت بقى هتدور على تطبيق شعاره الاثنتسيتي اللي هي الحقيقه والشفافيه. يلا بقى نترجم اول خطوه عمليه في المشروع ده على ارض الواقع. لقيت التطبيق حلو، نزلته جميل جدا، ايه بقى؟ هتقعد تتفرج؟ لا، يبقى انت كده ضايع. اول خطوه لازم تعملها احجز اسمك، يوزر نيم يكون مميز، يكون براند، وليكن اسم قناتك، اسمك الشخصي حتى لو انت مش هتشتغل عليه دلوقتي. تاني خطوه افهم لغه المنصه، كل منصه ليها كتالوج. تيك توك مثلا بيحب الرقص والسرعه، يوتيوب بيحب الشرح، تويتر بيحب الرغي. المنصه الجديده دي عايزه ايه بقى؟ صوت، فيديو؟ لا هقول لك روح جرب كل الادوات اللي فيها. لما تكون من اوائل الناس اللي بتستخدم فلتر جديد او ميزه جديده، الخوارزميه بتاعت التطبيق هتشيلك فوق راسها وتمشي بيك كمان، لان هم عايزين يوروا الناس ان في تفاعل اصلا. تالت خطوه ودي الاهم، نقل العفش. ما تعتمدش على منصه دي وبس، لا استخدم الترافيك اللي فيها حتى لو ما فيش منافسه علشان تسحب الناس لقناتك الحصينه. ايه قناتك الحصينه دي؟ ممكن تكون قائمتك البريديه، قناه تليجرام، او موقعك الخاص. وفي كل فيديو قول لهم يا جماعه انا هنا بجرب، بس الشغل التقيل والمفيد كله عندي في المكان الفلاني. انت كده يا معلم بتضرب عصفورين بحجر واحد، بتكبر في الجديد وبتحمي نفسك لو الجديد طلع فنكوش وقفل بعد شهرين. يلا يا معلم عشان اقول لك ازاي تعمل فلوس حقيقيه من الاستراتيجيه ديت.
جينا بقى يا معلم للمهم، القرشينات. هتقول لي تطبيق جديد يعني ما فيهوش معلنين، هقول لك شاطر بس غشيم. التطبيقات الجديده علشان تجري صناع المحتوى اللي هم انت بتعمل حاجه اسمها كرييتور فند او صناديق دعم، يعني بيدفع فلوس كاش للناس اللي بتعمل تفاعل علشان يشجعوهم يفضلوا فيها، ودي فلوس سهله جدا مقارنه بالادسنس بتاع يوتيوب دلوقتي. وكمان لما تكون انت الكبير في المنصه، اي براند عايز يدخل يجرب حاجه هيجي لك انت اول واحد، عشان انت بقيت شيخ الحاره في التطبيق ده. خد التقيله بقى، في حاجه اسمها بيع الخبره. لما تفهم التطبيق ده كويس هتروح على اليوتيوب اللي هو القديم بتاعنا واعمل فيديوهات بعنوان كيف تربح من تطبيق كذا. انت كده يا معلم بقيت مرجعيه، الناس هتيجي تتفرج عليك علشان تفهم الجديد، وبكده تكون كسبت من الجديد وكسبت كمان من القديم. دي يا معلم اسمها سياسه تدوير المحتوى بذكاء، كونتنت ريسايكلينج استراتيجي. الخلاصه يا صديقي، البحر واسع والسمك كتير، بس السواد الشاطر هو اللي بيرمي شبكته في الحته اللي ما فيهاش مراكب تانية. تطبيقات السوشيال ميديا الجديده هي فرصتك الحقيقيه علشان تبني امبراطوريه من الصفر في 2026. مطلوب منك حاجتين دلوقتي، اول حاجه هتنزل في صندوق الوصف تحت هتلاقيني سايب لك مصادر ومقالات اجنبيه عن احدث اتجاهات السوشيال ميديا زي تيك كرانش وجروس هاكرز وهكذا، وكل ده عشان تتاكد منها وتتعلم كمان. تاني حاجه اخبط اللايك المتين واشترك في وسط خبص، لان الجاي تقيل قوي ومش هتلاقيه عند حد غيرنا. يلا روح اصطاد، فرصتك جت. سلام يا ابطال.